السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على آله وصحبه أجمعين. زي ما احنا ما متعودين وعارفين احنا بنعمل ايه قبل ما بنعمل اي حاجة، بنسمي الله ونصلي على الرسول، ودي امانة عشان انا اخد حسنات وانت تاخدي حسنات، ونشمر ايدينا وندخل بقلب جامد على مطبخنا ونشوف ورانا ايه. معانا طبق استانلس كبير فيه مية، ومعانا صينية صغيرة فيها صلصة، يبقى نعومة وسمكة هيعملوا عظمة. وعشان خاطر العظمة دي ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وتفعلي زر الجرس على الكل علشان اي فيديو نعومة وسمكة ينزلوه يوصلك اشعار بيا قمر، وتعرفي ان نعومة وسمكة عاملين عظمة. يلا بقى نبدأ ونشوف شغلنا هيبقى ايه. هنبقى معانا حلة مية بتغلي على النار، شوفناها طبعا، حطينا فيها شوية ملح وشوية زيت، ومعانا صلصة. طبعا احنا من اول ما جبنا قفص الطماطم مع بعض لو تفتكروا من شهر وعملنا صلصة، احنا ما بنشتغلش غير بصلصتنا. الصلصة اللي احنا عملناها وهي دي اللي بنشتغل بيها على طول، دي حاجة احنا بنشتغل بيها مع بعض على طول، مضمونة في البيت احسن ما نشتري صلصة. علقنا بقى على المية بتاعتنا مع بعض، وعلقنا على الصلصة، سيبناها تفك من التلج، وحطينا لها كوباية مية لان هي مسبكة كويس، وجبنا شوية بصل وقشرناهم وفرمناهم مع بعض، وهنعمل عصاج. طالما بقى مكرونة، انا ما قلت اهو هسلق مكرونة وصلصة وعصاج، هنعمل ايه؟ هنعمل طواجن حوار تحفة، طعم وريحة وحاجة مضمونة 100% في البيت. يعني حاجة طعم وريحة وبصوا، انا مش هتكلم عن اكل البيت، كلنا عارفين اكل بيتنا. حطيت على الصلصة بتاعتنا ملح وفلفل، واسفة طبعا على غلطة التصوير دي، معلش بصراحة ربنا انا كنت داخلة متضايقة جدا، كان عندي ظرف ما فكنت متضايقة، والتليفون ما كانش راضي يصور ابدا، مش راضي يظبط، بمعنى اصح اظبطه شمال يمين هو مش راضي يظبط. فمعلش عدوا معايا الليلة وزقوا معايا اليوم. سقطت بقى المكرونة وانا حاطة في المية زيت وخل، اتسلقت وصفيناها وشطفناها، وحضرنا الطواجن بتاعتنا. ندي بقى شوية صلصة للمكرونة، وقلب قلب قلب كده. شفتوا بقى الصلصة بتاعتنا اللي احنا مخزنينها مع بعض جمالها حلو ازاي، ونفعت ازاي في اوقات كتيرة. انا جاية من بره، اليوم ده كان عندي مشوار عند الدكتور، والله العظيم وقسما بالله جاية من بره الساعة 4:30. كل اللي عملته ان انا واحنا راجعين بالتليفون رنينا على حد في البيت، قلنا له هات لنا لحمة مفرومة. هنعملها ايه بقى؟ ما احناش عارفين. كان عندنا المكرونة في البيت، الصلصة طبعا جاهزة، طلعت الصلصة فتحت عليها المية، عبال ما غيرت هدومي كانت الدنيا تمام، والصلصة في الأكياس بدأت تفك، ولعت على المية تتسلق، والدنيا زي ما انتوا شايفين. والله العظيم يا جماعة الفيديو، بصوا هو أنا مسرعاه مرة، هو خد معايا كان 13 دقيقة، بقى 6 دقايق ونص. هو ده وقت الأكل، هو ده الوقت بس. يعني انت ادخلي بس سمي الله وصلي على الرسول زي ما احنا متعودين مع بعض، وهنلاقي عظمة. هنا بقى انا رصيت الطاجن ده، لكن الطاجن ده غير، انا حاطه فيه مكرونة بس. شوفوا بقى، وهحط لحمتي في النص ليه؟ لان انا عامله الطاجن ده لشخص معين عايز المكرونه ناشفه شويه، مقرمشه شويه، ماسكه نفسها. فحطيت مكرونه من تحت واللحمه في النص ومكرونه على الوش، وهنزود بقى شويه لحمه على الوش، وهحط صلصه على وش الطواجن. ونفس الطاجن ده مش هحط عليه اي صلصات عشان خاطر يعني في حد عايزه ناشف. بنعمل بقى الاكل، شايفين بقى عملنا اجمد اكله، وما كملناش ربع ساعه، والله العظيم ما خد ربع ساعه معايا. يعني بسم الله ما شاء الله. انت ادخلي مطبخك بس سمي الله وصلي على الرسول. وطبعا دي اسمها ايه؟ ما اسموش طاجن صغير، ده اسمه زعنونه. بتاع مين؟ بتاع اشطر كتكوت. لازم نعمل لها الزعنونه بتاعتها الصغيره الجميله دي.
شايفين بقى الطواجن شكلها حلو ازاي. هزودها بقى معلقة صلصة على الوش وادخلها الفرن. هنا بقى الحاجة ربنا يبارك لنا في عمرها عملت لنا سلطة. هنقلب بقى السلطة ونغرفها في الأطباق. وفي الوقت ده المكرونات بتاعتنا كنت أنا أصلا مسخنة الفرن من قبل ما أحط المكرونات في الطواجن. دلوقتي بقى أنا دخلتها في فرن وعملنا السلطة. ما كانش في وقت والله يا جماعة ان احنا نحمر بطاطس ولا الكلام ده. عارفين بقولكم احنا داخلين البيت الساعة 4:30. يعني عملنا البلح والله العظيم ما لحق يبوش شوية في المية حتى. اكلناه جامد بس كنا هنعمل ايه. ما تنسوش امانة هأمنها لكم وتدعولي بالشفا انا وكل مريض. وما تنسوش برضو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وتعرفي ان نعومة وسمكة عاملين عظمة. شايفين الجمال. اللهم صل على النبي. دي الزعنونة بتاعت اشطر كتكوت بتاعتي. تمام. ايه ده، هي راحت فين؟ اختفت. كنا بنرص بقى وبنظبط في الإضاءة. شايفين ده بقى الطاجن اللي من غير صلصة. يعني من غير صلصة تحت وصلصة فوق، يعني مكرونته كانت ناشفة شوية. دي الطواجن التانية شكلها تحفة. شكلها حلو قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال. بسم الله ما شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.